بسم الله بديت وعلى النبي صليت. يحكيو ناس زمان على فلاح فقير كان يعيش في دوار في راس الجبل مع مرته وولاده في زوج، وكانت عنده بقرة هذيك هي راس مالو، يشرب حليبها والباقي يبيعه ويسترزق منه. روح يا ليام وروح يا ليام، والراجل عايش هاني مع مرته وولاده، حتى جا اليوم اللي مرضت فيه مرته وحست باللي راح تموت. عيطت لراجلها ووصاتو على ولادها وعلى البقرة تاعها. عداو ليام وماتت مرتو. حزن الفلاح هو وولادو عليها حزن كبير، وبقاو عايشين مع باباهم وهما هانيين. لكن أهل المدينة أهل القرية قرروا أنهم يزوجوا هذاك الفلاح، وقالوا له لازم لك تجيب امرأة اللي تهزك وتهز ولادك. الفلاح خدا رايهم وراح تزوج وجاب مرأة عندها طفلة. هذيك المرأة كانت مع الأول تبان حنينة وتبان ناس ملاح، بصح ما طولتش على هذاك الحال، كانت تغير من ولادو على خاطر كانوا متربيين وزينين وبصحتهم، والناس كامل في هذيك القرية تحبهم. وكانت بنتها باشعة ورقيقة، كانت تحرمهم من الماكلة غير به يشيانوا ويوليو باشعين. لكن هما كانوا يروحوا للكوري تاعهم ويشربوا من الحليب تاع البقرة. هي شكت فيهم وقالت لبنتها روحي عسيهم وشي اللي ياكلوا روحي كوليه. ناضوا الصباح كيما العادة راحوا للكوري باش يشربوا الحليب، وهزت الطفلة راحت تبعتهم. شربوا الحليب وخلصوا وراحت هي باش تتعاند عليهم. الساع رفستها البقرة وعمات لها عينها. كي سمعت مرت باباهم بالشي اللي صرا قالت لهم اليوم البقرة هذه تتباع، ما تزيدش تقعد نهار. باباهم مسكين مغلوب على أمره وما يقدرش يقول لمرتو لا. هز البقرة ودا يبيعها في السوق. دخل السوق وبدا يعيط، بقرة اليتامى تتباع ولا ما تتباعش؟ يجيو الناس ويقولوا له بقرة اليتامى ما تتباعش. كل يوم على هذا الحال سمانة وهو رايح جاي. قال لمرتو البقرة ما حبتش تتباع. صبح الصباح وراح مشى يدي البقرة يبيعها، ومرتو تنكرت في هيئة فلاح وراحت وراه. هو دخل السوق وبدا يعيط وينادي ويقول بقرة اليتامى تتباع ولا ما تتباعش؟ نطقت مرتو وهي متنكرة وقالت له بقرة اليتامى تتباع وفيها البركة. جا جزار وقال له نشريها. الفلاح قال له نبيع لك البقرة بصح بشرط ما نبيعش ضرعها. أقبل الجزار بشرطه ودا دبحها وعطاله ضرعها. هز الفلاح الضرع ودا دفنه في قبر مرته وروح للدار، مد الدراهم لمرته وراح لولادو وقال لهم شوفوا يا ولادي، إذا جعتوا روحوا لقبر أمكم. خداو الولاد الراي وولاو كل ما يجوعوا يروحوا لقبر أمهم باش يرضعوا من هذاك الضرع. مرت باباهم ما هناش قلبها، قالت لبنتها تبعيهم وشوفيهم وين يروحوا. تبعتهم الطفلة وشافتهم يرضعوا من الضرع اللي في قبر أمهم. راحت مرت باباهم وراهم وهزت الضرع ودات طيشته وين ما يشوفوهش، وقعدت تتخمم في الحل باش تتهنى منهم وما تزيدش تشوفهم. جاتها فكرة وقالت مع روحها، راحت للطفلة وقالت لها شوفوا روحوا للواد رجعي لي هذا الصوف الكحلة بيضة. وقالت للطفل وانتايا
عمر لي الغربال هذا بالماء وجيبهولي. مشات الطفلة والطفل راحوا للواد من الفجر حتى للمغرب وهما لتما. الطفلة تحك في الصوف والطفل يعمر في الغربال، حتى جا واحد الطير حط على واحد الغصن وبدا يعيط ويقول: طري بالطين يا مسكين عرب الدوار رحلو، طري بالطين يا مسكين عرب الدوار رحلو. الطفلة كانت ذكية بزاف، فهمت قصد الطير وقالت لخوها: يا خويا حط اللي في يدك وهيا نروحو نشوفو واش صرا في الدار. مشاو يجريو ودخلوا للدار لقاوها خاوية، ولقاو 2 خبزات محطوطين لتم، خبزة من الشعير وخبزة من قمح. الطفل راح يجري لهاديك الخبزة تاع القمح، مسكين كان جوعان حب ياكل. قالت له اختو: حبس اخويا، مرت بابانا ماشي من عادتها طيب لنا الكسرة تاع القمح، واش المحبة هذه اللي طاحت؟ هزت طرف من الكسرة تاع القمح مدتها للكلب، وهزت طرف من الكسرة تاع الشعير ومدتها للقط، وقعدت تستنى. شوية هك لقات الكلب طاح ومات، والقط مازالو حي. التم عرفت باللي مرت باباهم حبت تسممهم ودست لهم السم في الكسرة تاع القمح. هزوا الكلاو هذيك الكسرة تاع الشعير وحطوا قشهم في الرزام ومشاو يحوسوا على باباهم. وهما ماشيين في أرض الله الواسعة لقاو عين. الطفل حب يشرب، قال لأختو: أني حاب نشرب. قالت له: يا خويا ما تشربش من العين هذه عين البقرة، تشرب منها وتولي ثور. زاد مشى لقاو عين، قالت له: هذه عين الضفدع، تشرب منها وتولي ضفدع. مشاو زادوا الخطرة هذه لقاو عين، قالت له: هذه عين الغزلان، كنت تشرب منها يا خويا تولي غزال. الخطرة هذه خوها ما خداش رايها، راح شرب من هذيك العين وتحول لغزال. الطفلة حزدت على خوها بصح ما فرطتش فيه، مشات هي وياه حتى لقاو واحدة الشجرة طلعت فيها، رقدت التم وهو رقد تحت الشجرة. الصباح كي طلع النهار عدى السلطان مع الحصان نتاعو، ولا الحصان حب اشرب من البير وبدا يرفس في رجليه. والسلطان راح يشوف واش كاين، لقى شعرة في فمه، طلع البير لقى صورة هذيك الطفلة معكوسة في هذاك البير. هز راسو اندهش في جمالها وقال لها: انتي انس ولا جنس؟ قالت له: انا جنس. قالها: اهبطي نهضر معاك. الطفلة ما حبتش تهبط، كيما دار معاها ما حبتش تهبط له، ولا راح للحكيم الحكماء اللي في قصره وحكاله الحكاية. شار عليه حكيم الحكماء وقال له: ما تهبطها لك غير ستوت ام البيوت. امر الحراس نتاعو وراحوا جابوا له ستوت ام البيوت، حكى لها الحكايه وقالت له: عليا وتفضل. راحت لتحت الشجره ودات معاها الطاجين والكسره تاعها، وهزت معاها المعزه تاعها، وبدات حطت الطاجين مقلب وحات خبز فيه، وحكمت المعزه ورايحه تحلبها من ودنيها. الطفله كي شافتها عمية غاضتها، هبطت باش تساعدها. هي هبطت والحراس حكموها وداوها عند الامير. كي وصلت للقصر حكالت له حكايتها وعرض عليها الزواج. وافقت البنت بصح بشرط، قالت له: ما تقتلش خويا وتحافظ عليه كيما عينيك. اقبل هو وتزوجت مع السلطان وعاشت الطفلة في القصر مع خوها. في واحد النهار جا بياع يبيع، وهي كانت في التقتل. كي سمعته عرفت صوته باللي باباها، عيطت للحراس وقالت لهم: جيبوه عندي.
هو ما عرفهاش، بصح هي عرفته. قالت للخدمة تاعها خبزي لي خبزة كسرة، وعمرتها له من داخل باللويز، وقالت له ما تاكلش منها حتى تروح للدار. دار كيما قالت له باباها، راح للدار مدها لمرته وحطتها له في قصعة وقسمتها. هي قسمتها واللويز طاح منها. قالت له مرته هذه ما تكون غير بنتك اللي دارت لك هكا. نعت لي الدار تاعها، حابة نروح نشوفها ونطلب منها السماح. هز مرته وداها لعند بنته. كي وصلت شافتها عرفتها، قالت لها سمحيلي، والطفلة من طيبة قلبها أمنتها واستضافتها في دارها بها بنتها. واحد النهار خرجوا للحديقة يشمسوا، وهما التم لاحتها في البير، وحكمت بنتها لبست لها لبستها وحطت لها ذهبها، ووصتها وش تقول للأمير كي يروح. دخل السلطان للدار، قالت لها وش بيك سمرتي؟ قالت له شمس بلادكم. قالها وش بيه خشمك طوال؟ قالت له ريحة بلادكم. وعينك وش بها عوارت؟ قالت له الماء تاع بلادكم. صدق هدرتها وقعد معاها، ومن بعد طلبت منه يذبح الغزال. الامير اندهش، قالها وش الطلب هذا؟ قالها يا اخي قلتي لي ما نقتلش خويا. قالت له بدلت رايي. سمع الغزال بهذا الامر وراح يبكي لاختو في البير. ولات هي تغني وتقول ولد السلطان على ركبه والحنش على ركبه يا الغزيل يا ولد امه. سمع الامير بهذا الصوت وراح للبير يشوف. طلع للبير لقى مرته في البير وحاطه ولده على حجر والحنش على حجر. راح الستوت وقال لها كيفاش ندير؟ قالها مرتي راهي في البير ومعاها حنش ب7 راس. قالت له شوف اذبح بقرة وملحها ومد الحنش ياكل. دار كيما قالت له، يذبح ويمد يذبح يملح ويمد له الحنش حتى داخ، وجبد مرته من البير وراح للدار. عاقب هذيك الطفلة، نحالها راسها حطوا في شكارة وبعتوا لأمها. أمها ما فرحت، ولات تقولي سعدي وفرحي بنتي، بعتت لي الخير والخمير. هي حلت الشكارة وهي تلقى راس بنتها، بعته لها السلطان هدية على الشي اللي دارته فيه. وصلنا هنايا لنهاية هذه القصة المشوقة. نتلاقاو إن شاء الله في قصة جديدة من قصص التراث الجزائري.